سلام الله عليكم الخوت. رمضان مبارك سعيد وواشر مبروك. كيف ديما في كل ليله قصه واقعيه نستافدوا منها وناخذوا العبره. الا كانوا تيعجبوك بحال هاد لي فيديو ما عليك جيم كومونتير، عبر لنا على الراي ديالك وفعل داك الجرس باش يوصلك الجديد. نبداو على بركه الله. من بعد ما قلت لي بهقاء انني عقدت القران مع واحد المرضى وانه خصو يلبي لي الطلب ديالو، وجاء انا اي حاجه طلبتها غيلبيها ليا، هي كان اخر كلامها انها ما غتقدرش تعاونني بوالو، وبلي الاهل ديالها كيساعدوا باش ينقلوا روحي عنده. اغلب كلامها ما فهمتوش، كنت تنطلب منها حاجه وهذا انني نشوفها ولكن ما كانش كتبغي. رجعت للدار والخلعه طريق كامله وهي فيا. واش حماقيت؟ واش كنحلم؟ كي غادي نعاود للناس هادشي؟ كي دخلت لقيت الوالده معصبه. فين كنتي عايش؟ نعيط عليك في التليفون وا بقات تغوت عليا. لقيت الناس جاو من تارودانت، اول حاجه سلمت عليهم نقز واحد وجه طيط. هو هذا ما كولدي على ديك التحسينه، هذا كان هو الصغير فيهم وما بيناش عليه فقيه. كانوا أربعة كلهم جالسين وكيشوفوا في الوالد اللي كان ما مسوقش ناضم شاب حالو. من يحس بهم مخلوعين جلست وعيطنا للوالده وبقينا كنشرحوا لهم الاعراض ديال داكشي اللي دزت منه. طبيعه الحال انا ما عاودتلهمش على داكشي اللي طرا لي الصباح. المهم وحتى داكشي اللي كنت مخبع حتى هو ما عاودتوش. في الاخير الوالده قالت لي نوض جيب الكتاب يشوفوه. سمعوا الكتاب هضروا في دقه واحده. اش من كتاب؟ جاوبتهم انا شمس المعارف. تما شفت الناس وجوههم تبدل، واحد وقف مخلوع وبدا يغوت يا الله بحالنا واش انت حمق ولا مريض؟ كان هو اللي مخلوع فيهم بزاف وبدا يسولني اللي واش قريتيه هنا ولا في الدار ولا فين. كثرت الهضره وكثر الغوات والوالدات تخلعات ودات تزاوق فيهم يوقفوا معانا. كلهم كانوا مخلوعين وما قدروش يقربوا للكتاب الا داك الصغير. شدو بدا يقلب فيه وحسيت بيه ما تخلع ما والو، بالعكس فرح. والناس اللي كانوا معاه نهروه كيقول له يحط داكشي من يديك. هو بحال شي دري صغير عطيتيه بي اس بي. بقينا كنهضروا مع السي موحى تارودانتي ساكن في شي باديه في النواحي ومشهور تما، السيد اللي كيرجع ليه الفضل من بعد الله تعالى. دوك الجوج الاخرين اللي جالسين ومخلوعين وتيشوفوا فيا، مع انا كنت باسل شويه. كل مره بقى نحرك في عيني ونعوج وجهي ونهبط الريوق باش نخلعو شويه. السي موحى بدا يشرح لنا كيفاش هاد الكتاب وشنو الامور اللي تتوقع فيه. وهو انني من بعد ما قريت الكتاب وليت مشرك وبليت فقيه في الدنيا ما يقدر يحط يدو عليا ولا ياثر عليا بشي حاجه، بالعكس يقدروا ياديوهم شي حوايج اللي قريتهم وجبتهم انا من الكتاب. انا في هاد الحاله وليت خطير على كل شيء، راسي وعائلتي وتا بنادم اللي غادي يحاول يعالجني دينيا. ما خلعنيش هادشي حيت كنت عارفو من بعد داكشي اللي وقع في الصباح. هادشي ولا عندي عادي، محاضر بزاف ولا شي حوايج في شكال. مثلا المساله ديال الجنيه اللي زوجت بيا، كيفاش انها مستحيل تبعد مني حيت انا من سلاله سليمانيه، اي سيدنا سليمان. وهادشي مفخره كبيره ليهم، مستحيل تضيع زوج بحالي من بين يديها. وبلي الانثى الجن لا تزوجات بادمي ما يمكنش تفرق معاه الا اذا مات وما عندهاش القدره تزوج من بعده. انثى الجن الا تزوجات بادمي ما يمكنش تفرق معاه الا اذا مات وما عندهاش القدره تزوج من بعده. وهادشي كامل انا ما سمعتوش حيت كان بالي كامل مع خونا اللي كيقلب في الكتاب. من الاول ما ارتاحيتش ليه، وجهه ازرق بحال ميل في المنحه وكيضرب بواحد الطريقه بشعه. هاد السيت بي صحاب له انا يلاه حطني الكار، عيط لي وقال لي بلي ضروري ياخذ الكتاب معاه
حيت بيه غادي يقدر يبعد عليا هادشي، ولكن عرفتو كذاب ما غينفعني معاه غير الكذوب. قلت ليه باللي خرجت لي معزف المنام، قالت لي لا خرجت الكشام من الدار غادي نخرجو الروح اللي بقى في يدو. خونا تخلع قال لي اعوذ بالله، وجبد البورطابل وبدا كيصور شي وراق وحاضي صحابو اللي يشوفوه. جوج فقار الاخرين، واحد عيط لي بقى كيسولني على الاحلام اللي تنحلم. بديت كنعاود ليه هو متبع معايا، حبست وقلت ليه الاحلام راه غير حاله تصوريه لداكشي اللي كيطغى على التفكير ديالنا في الحياه، بغيت ندير فيها زعما ديكتاتور. ساعه صدمني وكمل لي داكشي اللي كنحلم به بالتفصيل. مشى عند صاحبه وبقى يوكي وش معاه، وانا جالس وكنخمم واش نعاود لهم داكشي اللي وقع لي الصباح ولا نسكت. راه واقيلا غير كنت نتخايل. خونا باقي كيصور في الكتاب، موحى كيشرح للوالده انا كنشوف في الجوج شنو الذنب اللي درت في حياتي باش نستاهل هادشي. كل نهار كنصور راسي نفس السؤال، واش انا ماشي بشر؟ ممكن نغلط ومن حقي نشوف. كيفاش انا اللي كنت كنضحك على اي واحد كيهضر على الجنون وهذا العالم رجع الضحك فيا؟ خايف نعاود هادشي الناس ويسحب لهم وليت حماق. اكبر مشكل كان عندي هو كيفاش نفاليدي في القرايه. دابا وليت باغي غير نبقى بعقلي. جلسني حدا موحى وبقى كيهدئني وقال لي هادشي عنده مخرج، تا الا بقيت عايش عمري ما غنكون طبيعي بحال الناس، بلي مهما وصلت بي الامور خاصني نصبر ونتحمل العواقب ديال الاخطاء ديالي. هضرنا وناقشنا بزاف ديال المواضيع، عاود القصص د الناس حطوا يديهم في السحر من باب المعرفه، تاكلهم الطمع ولقاو راسهم وسط بحر من المصايب. السيد صدمني ماشي بالخلع ولكن بالمستوى الثقافي اللي عنده، رغم انه ولد الباديه والتعليم ديالو بسيط. ناقشنا في العديد ديال الامور وكيفاش ان الانظمه الاجتماعيه والحضارات المتقدمه كتحاول تركب على هذا العالم الدال ما ورائياش وتخليه معتم، وتصوروا للناس انه مجرد خزعبلات وزوبعه في فنجان. بالرغم من ان العلم الحديث والتقدم التكنولوجي فشل في تفسير بزاف د الحاجات، وهادشي كامل من اجل جذب الثقه والطاعه العمياء للانظمه الانسانيه فقط. صراحه اخوتي استفدت منه بزاف. ديك العشيه اللي جلس معايا بزاف د المعلومات زادوا لي في الراس. ديما بقات في بالي الفكره ديال كيفاش بنادم كيصدق هاد الخزعبلات، واش باقي بنادم كيسحاب له غادي يقرا كتاب فيه تخربيقات وحروف غادي يخربق حياته. حنا في زمن الملموس، واش نتيق واش نجمع حوايجي ونمشي لشي بلاصه بعيده ما يلقاني حد. المهم كملنا الهضره وخرجنا بخلاصه باللي الحل الوحيد اللي عندي هو المساعده ديال شي دجال قاطع يدو من يد الرحمن، مشرك نقولوا بحالي، واللي غادي يكون كيتعامل معاهم يقدر يقنعهم بلي داكشي اللي درت مجرد خطأ وعن غير قصد، واخا هما فحال الترام الا خرج من المحطه ما كيوقفش. هكا قالها موحى. الفقيه الصغير حط الكتاب ودخل معنا في النقاش وقال بلي كاين سيد واحد اللي دارس الكتب كاملين ديال هادشي، يقدر يكون قاري تشمس المعارف وهو الوحيد اللي يقدر يعاوننا، وغادي يمشي لعندو ويجيبو من الخميسات. خدا الارقام ديالنا وقال غادي يعيط لنا في اقرب وقت. تعشينا ديك الليله وقراو ما تيسر من القران وناضوا يمشيو بحالهم. بقاو كيدعيو معايا بلا ما يقربوا لي ولا يمسوني. خرجت معاهم وبقى موحى كيوصيني باللي خاصني نصبر هاد الايام ما نخرجش بزاف من الدار تنلقاو الحل، باللي من اللحظه اللي قررنا نواجهو هادوك تا هما يحاولوا ينتقموا مني، وخصوصا العائلات هادي كيديروا المستحيل باش نبقى معاها.
خداو 2500 درهم لداك النهار، فلوس المركوب ديال السيد اللي غادي يجي من الخميسات، وزيد دخلت في حالي للدار اخوتي، وجاني واحد الجوع في شكال، واخا انا كنت ماشي كليت ومشيت ناس بلا ما نبدل الحوايج، كنت عيان بزاف، ما نعش الليله اللي فاتت، وعاد شنو داز عليا في هاد النهار اللي ربي اللي عاد ضربتني الفيقه، ولكن تشالت 9 ديال الصباح، نط من الفراش وانا كنحس براسي في شكال، شعور بحال اللي خاصني نعض اي حاجه. حليت المجر وجبت باكيه ديال فلاش كليتها كامله، 5 د المسكاش كلهم كانوا مضغم بحال اللي اول مره غادي نمضغ المسكه. خرجت من البيت باش نمشي للحمام، لقيت الوالده جاره واحد الباليزه وغاديه مسافره، والوالد اللي نهار خرج من الحبس والعلاقه ديالنا كتدهور، ما كنتسوقش ليه حتى هو ما كيهضرش معايا. دزت من حداه وكملت طريقي، دخلت للحمام غسلت سناني ووجهي وعليت وجهي في المرايه، بقيت كنتامل في راسي بحال اللي اول مره غنشوفني. حسيت بالملامح ديالي تغيروا، كيفاش وليت كنبان صغير، حتى اللحيه بدات كتنوض، ودابا وجهي رطب. 20 عام في عمري، تقول عندي 15 عام، قلت يمكن تنتوه، ولكن اللي كيهضر معايا كيقول لي انت محال تكون عندك 20 عام. فشكال هادشي. خرجت وجلست في الصالون، ما بقيت باغي لا نقرا لا نتفرج لا والو، بالي كامل كان مع داكشي اللي سمعتو البارح والكلام ديال بهقاء. بقيت كنمضغ المسكه تسال الدم من سناني، من شفت الدم تفكرت بلي اليوم ما رافش. هو هادشي فشكال، اول مره ما كان رافش. هادشي فشكل، اول مره ما كان رافش في الليل. نط نقولها للوالده، تليفون صونا، شكون غيكون؟ كيعيط في هاد الصباح. جاوبش الو، لقيتو الفقيه الصغير، من بعد عرفت سميتو يوسف. بقى كيسولني كي بقيت وكيغادر الامور وكذا. في الاخير قال لي راه تفاهم مع السيد راه جايين عندنا نهار الخميس، يعني بعد غدا. قلت لي واخا مرحبا، احنا كنتسناو. قبل ما نقطع قال لي بلاتي خصني واحد الحاجه مهمه. قلت لي شناهي؟ بقى كيخربق عليا، وفي الاخير قال لي جبد الكتاب وسير لي الفصل الفلاني والصفحه الفلانيه واعطيني شنو فيها. انا ما قدرتش قادر اخوتي نعاود نشد داك الكتاب. قلت لي الوالد سافر وخدا مع الكتاب يوري لواحد السيد، غير سمعت شي ويقطع عليا بلا ما يقول حتى بسلامه. مشيت قلت للوالده شنو كاين، ورجعت للبيسي. شويه بقى فيا الفضول على داكشي اللي سولني عليه، ولكن بقوه الخلعه ما قدرتش نقرب للكتاب ولا نشوف فيه عاوتاني. جالس بوحدي، وكل مره كنقول دابا غادي تجي تهضر معايا عاوتاني ولا تخرج ليا مشي قنت. ديك خيتي ما وقع والو داك الصباح والنهار كامل دوزتو مرتاح، واخا كنت قنطان وخصني نخرج، ولكن قلت ما ناقصني مشاكل. بقيت كنطلب من الشرج بحال شي دري صغير، ما خليتوش مو يخرج للزنقه. ونفاس مع الدار ما كايناش البحر ولا حديقه، كاين واحد الخربه جميع انواع الجرائم دازو منها، اغشي صاب قتل كلشي. بقيت حاضي ولاد الحومه كيكميو. استغربت كيفاش انا الوحيد اللي خرجت مزيان في حومتنا، كيفاش الدراري اللي كانوا 20 ودوزت معاهم صغري، صغير فيهم محكوم ب7 سنين. تفكرتها من نهار فتح عيني حتى النهار اللي جبت فيه الباك، كيفاش الناس كيزغرتو الدراري هازين فرحانين بيا بحالي اللي شريت برج خليفه، وامي يمشي فرحانه بولدها اول واحد جاب الباك في الحومه. الوالده اللي عرفت تربيني وخسرت دم جوفه وباقا كتخسر. النظره الوحيده اللي كنت غنقولها من نيتي هي المهم شي سمحي لي، ضيعتك في داكشي كامل، ما عزتش عليا داتي، واخا ضيعت راسي ولا دنيا لا دين. شويه سمعت صوت ديال المدابزه والعساس كيفارق، وانا نتفكر النهار اللي طار قدامي. تفو نسيت ما سولش بقاء على داك النهار. رجعت للصالون بقيت كنقول ندوي مع لا ما خصني صداع. شويه زعمت وبقيت كنغوت بقاء.
كندور في جنابي، بقيت نغوت بجد، واقيلا هكا تسمعني غوت بجد بهقاء بهقاء. المهم اخويا يقولوا السميه غير في نفسكم، وانا نسمع مالك العائل حمقتي ولا نقصت من بلاصي. درت جبرت الوالده في الكوزينه كضحك عليا، الخوادريه كانت حداها اللي هي اصلا ما عارفه والو لحد الان، ما قلنا لها حتى شي حاجه. قلت لها هذا واقيلا راه ولا كيتقرقب هاد الايام، مديتهاش فيها ونطت لبيتي. دوزت النهار كامل قدام البيسي ما كليت والو، كنت كنشرب الماء بزاف. نعس ديك الليله وفقت الصباح نورمال وناشط. فرحت بقيت كنقول واقيلا ما بقى تابعني والو وتشافيت. فطرت مع الوالده، قلت لها خصني نخرج راه قنط في الدار، ما خلاتنيش وبقات كتغوت مديتهاش فيها. ولبست عليا وخرجت للقهوه، ريحت مع الدري صاحبي، بقينا كنهضروا في داكشي ديال البورطابلات والتخربيق. وكنت عمري ما عاودت لشي واحد شي حاجه من داكشي اللي كيوقع ليا. قلت مع الدري عشيري يقدر يوقف معايا، المهم نحاول نعاود ليه شي حوايج بساط. المهم قلت ليه راني ديما كنترعف مع 3 د الليل وكنشوف شي حوايج اللي في شكال. بقى كيضحك عليا وقال لي هادشي كيشيقو غير الجواله والدراري الصغارين. بالليله مشيت للطبيب غادي يعرف شنو السبب. صافي قلبت ليه الموضوع، ومع كان يلا خدا البيرمي وفرحان بيه. الوالد ديالو كان كيعطيه الطوموبيل، قال يلا نخرجوا شويه من المدينه يطلق يديه في السوقان ومنها نبدلو الجو. قلت ليه واخا زيد يلا. مشينا وشدينا الطريق شويه غاديين مورا واحد الكامي ديال الشمندر، تتفتح الشاريو في وسط وجهنا. الدري ما جاي فراني تا كانوا 2 شمندرات زغرتو في وسط الباربريز. هرب على داكشي اللي مشيت في الطريق، خرج البيست وانا كنغوت ما تفرانيش. خونا باقي عاد بدا يصوب، باقي كيتحكمش في الطونوبيل مزيان. مع شاف راسو خرج البيست والطونوبيل غادا بكثر من 100 كيلومتر في الساعه. مع الخلعه والتلفه انا كنقول ليه ما تفرانيش، وعاد برك على الفران في خطره واحده. ما حسيت براسي تا بقيت كنشوف غير الغبره. طونوبيل دارت بينا وكون ما كنا مرضيين كون راه جمعونا في تيابوش. خرجنا والدري تقطع حسو صافي مبقاش يدوي. انا كنهضر معاه هو غير كيشوف فيا. الطريق كانت عامره وتا واحد ما حبس. من الاخر بالرب العقل عليك شي واحد في هذا الوقت. طلعت ديماريت حيت كان مستحيل يسوق في هذيك الحاله. رجعت صايق والباربريز كنشوف فين النص. وصلنا للدخله د المدينه، لقينا باراج ديال البوليس. شافوا الطوموبيل كامله مفقوسه. خرج لي بوليسي باغي يوقفني. اش غادي نوقف؟ اش غادي نشرح ليه؟ سبحان الله المخزن دراوش. غادي نقولوا هادشي سبابو كي شاب قريتو غادي يعطيني السلام ويقول لي زيد بحالك؟ صافي وراكش لا بيرمي لا والو. كنت غادي نبيتو في السبيطار. بقى كيصفر وانا ما درتش تا مورايا، ما فراني حتى الباب الدار ديال الدري. براسيته وقلت له طوموبيلتك انا غنمشي بحالي. دخل لداركم وقول لباك شنو وقع، الله يعوض والحمد لله اللي بقينا عايشين. بقى كيتمتم عليا ما قدرتش تيقول جمله مفيده. هبطت بحالي وشديت الطاكسي للدار. كي دخلت الوالده وقفت، مالك ياك لاباس؟ علاش كتلهاتش؟ شنو واقع؟ وانا كنتشبت راسي ونقول لا غير جيت كنجري. تلفت في ديك اللحظه ما عرفتش واش نوقف ولا نجلس. دخلت لبيتي حيدت الكاسكيط لقيتها عامره شعر وخصلات طوال بحال البنات. شاد الشي عاوتاني مشيت دوش ورجعت لقيت الضو د البيت محروق وانا ما قادش نخرج نجيب بوله جديده. قلت صافي غنعس في الظلمه ونخلي الباب د البيت مفتوح. الوالده تعجبت مني غادي نعس بكري وانا كنبقى فايق حتى الصباح. ديك الليله بالضبط ما عمري غنساها، واخا يجيني الزهايمر. شفت جهنم وانا باقي في الدنيا. مع 3 تفتحوا عيني ماشي حيت رعفت، حيت لقيت راسي ناعس واقف. كيفاش واقف وسط البيت ومربع يدي؟ حليت عيني ما فهمت والو، شدت ورجعت لبلاصتي.
عليت عيني في السقف، بانت لي غير الضبابه. نط نشعل الضوء لقيتو ما كيشعلش، بغيت نفتح الباب لقيتها مسدوده. بقيت كنغوت ما 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 ويلي، عييت نضرب في الباب حتى واحد ما سمعني. شويه رجعت كنقلب على الساروت في حوايجي حتى ضربت في السقف ونزلت. انا في الاول صحابني طاح عليا الماري اللي كان مورايا، مع الدوخه والظلام كي طحت وقفت وبديت كنغوت، حتى حسيت براسي يدي ورجلي مربوطين في الفراش. كنبغي نغوت ما كنقدرش، بحال شي واحد شاد ليا فمي، الصوت ديالي ما كيتسمعش. بقيت كنبكي اخوتي. ديك الليله بحال اللي غادي نبكي اخر مره في حياتي، بحال اللي حسيت براسي غادي يبداو يقطعوا فيا. شويه حسيت بشي حاجه بحال الجوقه مجموعه عليا، كنبغي نغوت لساني معقود. رمشت عيني وانا نتضرب في وجهي، ماشي بجد ولكن طرشه بحال بنادم. عاود رمشت وانا نتضرب بجهد كتر. الرميشه الثالثه وانا نتسمر، طرشه صحيحه ديال بصح. نيفي بدا كيسيل بالدم، عيش صابر وفاتح عيني باش ما نرمش. ولكن اش نقول لكم اخوتي، صبرت سالا وعيني رمشت تما، ما بقيت حاس بوالو. غيبت في خطرة الصباح اول صوت غادي نسمعو ديال الوالده كتبكي، فيقا ولدي ما تخلعنيش عليك. فتحت عيني وشفت فيها. كتعرفوا اخوتي داك الشعور ديال كتفيق الصباح وكتفكر داك الشيء اللي حلمتيه، كتحس بيه بحال اللي وقع بصح، وراه ماشي داك الاحساس اللي حسيت به. عرفت داك الشيء اللي وقع بصح هو ماشي حلمته. كنت مخلوع وشهقت واحد الشهقه بحال اللي كنت كنغرق. عليت عيني فما يمشي لقيتها كتبكي، شفت حوايجي لقيتهم كلهم دم. قعدت وقلت صافي ذبحوني. الوالده بقات كتسولني مع مدابزتي البارح، بقات تقول لي ما كاين والو، علاش وليدي تدير لي هكا؟ قلت لها ما داوزت معها حد الوالده، بقيتها كان كارميها باش ما تزيدش تخلع. قلت لها راه غير رعفت بحال ديما ما تخافيش. قالت لي وهادشي شنو؟ وشيرت على وجهي. كنت كنجري للحمام ورجلي كنحس بهم غادي يعواجو. شفت في المرايه لقيت وجهي كله زرق. اش هادشي عاوتاني؟ جهه وحده زرقاء كامله بحال اللي تضربت بشي بالا، والجهه الاخرى منفوخه. حيدت التريكو، صدمت، ما قدرتش نصبر وهرست المرايه. كل مضروب، الحمي كامل مفسود. جلست حدا الوالده وما جبرت حتى حل من غير انني نعاود لها كلشي. مسكينه تصدمات وبقات كتبكي. داك الصباح كامل دوزتو غير حدا المرايه، كنشوف في وجهي وما قادر لا نهضر لا والو. عيطت للسيموحه ما كيجاوبش، التليفون كيصوني والو. عاودت عيطت داك خونا اللي كان معاهم سميتو يوسف، وعاودت ليه شنو وقع لي، وقال لي بلي راهم بداو ينتقموا مني وما غادي يبعدوا مني تا الحماق. وصاني على شي حوايج خاصني نديرهم، وقال لي ما نخرجش من الدار تيوصلوا عندنا في العشيه، راهم شادين الطريق. جلست النهار كامل كنفكر اش غادي يوقع في العشيه وشنو غادي ندير مني يجيو. اول حاجه كنت حاسس بهم جايين طامعين في الكتاب. نط تخبعت في الثلاجه، الوالده براسها ما غتلقاش. دخلت دوشت، لبست القندوره وجلست غير كنفكر لشي حل هادشي. دوشت العشيه نورمال من غير ان ودن وحده ما بقيتش كنسمع بها. مع ديك الخمسه صونا البورطابل خيتو يوسف، قال لي نخرج نتلاقاهم في واحد البلاصه. ملي شفتهم تصدمت، ما كنتش كنتصور داك السيد يكون هكاك صايق واحد الحديده اللي شنقول لك، ولابس مزيان وباقي صغير وكيبان عليه الفلوس، ويوسف جالس حداه وكيشير لي. هبطوا من الطوموبيل، سلمت عليهم وقال لي اهلا بالبطل ديالنا وعنقني. في اللور ديال الطوموبيل كانت واحد البنت ما حيدتش عينيها عليا. انا شفتها تخلعت، لابسه عبايه ومكحله عينيها وجاتني في شكال، خصوصا الشوفات ديالها. منين شافني السيد شفتها قال لي هذيك بنتي ساره. من عرفتني جاي لهنا لصقتني تجي معايا حيت عزيز عليها الشمال، وشير ليها ضحكت معاه. قلت لهم صافي يلا ندخلوا للدار. قال لي بلاتي، ومشى للطوموبيل بقينا انا ويوسف. وقال لي بلي هذا السيد هو اللي يقدر يفكني من هادشي كامل، وخاصني ندير نيتي واللي طلبها مني نديرها. بقيت حاضيت ننزل من الطوموبيل وعطى الساروت لبنته، وتما
بقى جاي عندنا. انا في ديك اللحظه ما فهمتش كيفاش يوسف فقيه في اصول الدين وقاري في فرنسا، وكيفاش معارف مع سحار في حالة السيد، وبينهم متفاهمين وكيف كيما تنقولوا كيعرفوا بعضهم مزيان. سولت يوسف على موحى، قال لي بلي من بعدو غادي يجي تنتفاهموا شنو غنديرو. جا السيد اللي عمري عرفت سميتو قال لينا يلا نمشيو للدار. قلت له بنتك ما غتمشيش؟ قال لي لا، غتمشي تسارى مع راسها وتضحك، حنايا غنمشيو للدار دابا. عزنا للدار، هو حسيت بيه تقرش حيت الحومه عندنا مقوده شويه. وصلنا للدار، فتحت الباب قلت لهم مرحبا، السيد تبلوكا في بلاصتو. شفت فيه قال لي يلا نمشيو نلقاو حسن واقيلا. قلت لي زيد الدار داركم؟ قال لي لا ما نقدرش. تما حسيت بشي حاجه بشي شكل، السيد كان جاي فرحان شويه دقلب. قلت ليه بلاتي نعلم الوالده اول حاجه. قالوا لي احنا غادي نسبقوك فين تلاقينا. طلعت لعند الوالده قلت لها شنو كاين وسقتني تمشي معانا. قنعت الوالده بلي انا اللي خصني نتفاهم معاهم ونشوف باش يعاونوني، وبلي الا كانت حاضره غير غتأزم الامور اكثر. خليتها تدعي معايا وتبعتهم، لقيتهم واقفين غير شافوني جاي يقلبوا الموضوع. وقفت قلت لهم شنو دابا؟ قال لي السيد اللي غادي نبقى نسميه القرع بلي عيط لبنتو تجي بلاتي نتسناو. صافي جات بنتو، حنا نتحركوا للقهوه. مشينا للقهوه ريحنا بدينا كندويو. قال لي هادشي اللي عندك خطير، و بدات يدير راسو بحال مخلوع وكيدوي معايا شي امور اللي مكتوبه في داك الكتاب اللي ديجا انا فايت قاريهم وفاهمهم. المهم قال لي باش نحل لك هاد الامور خص تعطيني 25 مليون. قلت لي شناهو؟ وانا نغوت بجات في القهوه. 25 مليون؟ تا واخا نبيع كلوتي ما غنجمعهاش. المهم هو يقول لي راه انا ما غناخدش ديك 25 مليون، 10% ديالي واللي باقي ديال الجواد. قلت لي واخا واحد الدقيقه انا نخرج برا ندوي في التليفون ونرجع عندك. مشيت صونيت للوالده، عاودت لي على البلان، قالت لي نبيعو الدار ونعطيوهم، ولكن انا ما داخله لياش في راسي. انا تصارفت جنون وهضروا معايا ويجي هذا ينصب عليا. رجعت عندهم قلت لي خويا ما 25 مليون ما عندي من نجيبها لك. قال لي كاين واحد الحل واحد اخر، واش عطيني الكتاب. وكيفاش دابا من 25 مليون تل الكتاب يعني شنو؟ ما فهمش. تمايا هو يضرب لي في الراس ان دوك الامور اللي كان شاف داك يوسف وبدا يقيد فيهم ويصور فيهم هو انه ساوي اكثر من 25 مليون. قلت لي صافي واخا مرحبا، واخا انا ماكش غنعطي لك الكتاب، غير المهم نقول لي صافي. صافي تفارقنا ولا غد لا نتلاقى. انا كان شي صحابني باللي صافي غيجي يقرا عليا شي حاجه ويرش شي حاجه وصافي انا تفكيت، ولكن داكشي اللي كان ماكش متوقع. جا وقال لي خصك تلبس الابيض، واش قطع ضفارك وشعرك باش نتحرك. مشيت انا قديت اموري، خليت الوالده مع داك القرع وبداو تيهضروا. جيت لقيت الوالده تتبكي، عنقاتني وقالت لي كنبغيك بزاف، ومدات لي 1000 درهم وقالت لي رد الباء لراسك. صافي على اساس زعما غنمشي معاها. صافي تعانقت مع الوالده وخرجت. اين فوا تسد الباب وزدنا، سمعت واحد الغوشه اللي بزاف اخويا. كنتمنى حتى شي واحد يسمع ديك الغوشه. كنت باغي نرجع عند الوالده ولكن ما خلاونيش. صافي مشينا، لقينا بنتو تتسنانا في الطوموبيل. صافي وحنا نركبو وحنا نزيدو. ملي كنا غاديين في الطريق انا غادي
وحاضي البلايك اللي يخطفوني ولا شي حاجه بعدا نعرف راسها فين كاين. المهم بدا القرع كيسول فيا ما عرفتش كيفاش، عمري فكرت نسولو على سميتو. بدا معايا القصه من الاول، عاودت ليه كلشي ما خبعت عليه والو. منين عاودت ليه على شنو وقع مع بهقاء قال لي شي حوايج في شكال، خصوصا ملي قال لي اليوم نتلاقاو. شكون هادو؟ ما فهمت حتى شي حاجه من هضرته، اصلا كنت مخلوع من بنتو ساره كدير شي تصرفات ماشي طبيعيه، حسيت بها مريضه كتار مني. يوسف كان كل مره كيدور ويشوف فيا شي شوفات في شكال. جانا الجوع كاملين في واحد اللحظه، حبسنا في واحد الفيلاج في الطريق فيه الشوايات واللحم والدخان. قلت هادي الفرصه فين نسول شي واحد على البلاصه اللي حنا فيها. صافي ريحنا في الطبله ويجي السرباي باش يحط لنا من ناكلو. فوا جا يحط لنا من ناكلو وانا نزرب عليه قلت ليه مرحبا بينا عندكم في وسكت. تا هو ما كانش ملاك زين، قال لي مرحبا بكم عندنا في تاوريرت. مكلخ راه بغينا نعرفوا المنطقه ماشي السميه ديال الفيلاج. المهم شاف حالو ما بقاو كيشوفوا فيه بحال اللي كيقولوا في خاطرهم وا مطور هاد خونا. بدنا نمشيو بحالنا، تميت غادي نخلص داكشي اللي كلينا. شاف فيا القرع وقال لي فين غادي؟ قلت ليه نخلص. قال لي رجع للور انا ما كنخلصش. كيفاش هادشي عاوتاني؟ خرجنا سلم على السرباي وزدنا في حالنا، ما خلصتش درهم اخويا، وكنا واكلين تقريبا شي 400 درهم. تما عرفت هاد خونا هذا مجهد وخاصني نجمع راسي معاه. مشينا وجلسنا في الطونوبيل وبقينا كنهضروا. بنت القرع في ديك اللحظه شويه طلقت راسها، بدات كتسولني شنو سميتي فين كنقرا. ظريفه ماشي بحال كيما بانت ليا في الاول، وزوينه غير هي الطريقه ديال الماكياج دايره والتصرفات اللي تديرهم كيخلعوا شويه. فيما كنت كنسول على با وعلى شي حاجه من هادشي كتقلب لي الهضره. بقينا شي ساعه وحنا كنسولهم شنو كنتسناو، وكانوا كيبانوا معصبين. الهضره اللي كتعاود صبر بلا قوه الاسئله، هادشي راه كامل عليك. في الاول تا انا هادشي اللي كان كيسحاب ليا، ولكن كنت عارف الحقيقه، كون ذبحت امهم النهار الاول كاملين. شويه ويجي واحد خونا بطوموبيل كبيره مرسيدس 207، نزل من الطوموبيل وناري فيه واحد القلده ديال البغل طويل ومفورمي. من الشوفه عرفتو جبلي عايش غير في تماره والنعاس. هبط من الطوموبيل، درهم